السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم الشيف صلاح الباتني. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم بان سويس او شنيك، كل واحد كيفاش يسميه، بدون زبده التوريق، بخلطه سحريه يجي خفيف ومورق وما نحكي لكمش على البنه. خليكم على الوصفه. ووصفتنا اليوم ان شاء الله راح نحضرها لكم بالبيتران تاع كريستور ملتي فونكسيون، يريح نحموا المكسرات، يقطع الخضراء ويعجن جميع انواع المخبوزات، كما قلت لكم متعدد الوظائف. نمروا دوك لطريقه تحضير وصفتنا. اول حاجه في البيتران نديروا كاس تاع حليب يكون دافي، عندي 4 كاس تاع الزيت، حبه تاع بيض، 3 ملاعق كبار تاع السكر، ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه صغيره نتاع ملح، ملعقه صغيره نتاع لافاني، وكيس تاع خميره كيميائيه. نميكسي هاد المكونات كامل مع بعض وراح نضيف لهم 4 كيسان تاع فرينه. نخلطوا المكونات كامل حتى نحصلوا على عجينه تكون طريه، نغطيوها نخليوها يضعف الحجم تاعها. عندي كميه من الزبيب، درت لها ماء اللي يكون سخون، نخليها على جهه. ومن جهه اخرى بالنسبه للخلطه السحريه عندي 2 ملاعق كبار تاع لا مارغرين، وعندي 3 ملاعق كبار تاع نشا. نخلطهم بيان والخلطه تاعنا تكون واجده. بالنسبه للعجين بعد ما ضعف الحجم تاعو ديغازيتو، قسمته الى 8 كوريات، ونفتحوا كل كوريه كي نفتحوها نيطاليوها بهذيك الخلطه السحريه، ونحطوا قرصه على الثانيه حتى نكملوا هذوك 8 طبقات. من بعد نفتحوا هذاك العجين على شكل مستطيل، نيطاليو له المعجون، ودرت له هنا 2 انواع نتاع الزبيب. نروليو العجين تاعنا ومن بعد نجيبوا خيط ونبداو نشكلوه في البان سويس تاعنا. العجين هذاك الاخير نديروه من تحت باش الشكل تاع البان سويس ما يتغيرش. نحطوه على ورق الطهي ومن بعد نجيبوا صفر بيض نيطاليو على الوجه، نخليوها حوالي 5 دقائق 10 دقائق يضاعف الحجم تاعهم، نفوتهم للفرن، نشعلوا لهم من تحت يحمروا، نزيدوا نشعلوهم من الفوق ياخذوا لون احمر، وفي الاخير ندير لهم الناباج ولا لاجولي. وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها، يجي مقرمش وبزاف بنين. شيتكم بالصحه.